البهلول شخصية محببة كان يدعي أنه مجنون. اقرأوا تاريخه، تاريخه جدا جميل هذا الرجل، واقعا جميل، وله من الفكاهات والأشياء الجميلة اللي واقعا الإنسان ينسى نفسه لما يقرأ عن هذا الإنسان. يوم من الأيام هذا الرجل دخل على قصر هارون الرشيد عليه لعائن الله. دخل شاف هارون ما موجود، جنوده ما موجودين، ما أحد أصلا في قصر هارون، ما أحد موجود. التفت يمين شمال، شاف كرسي هارون فاضي ما أحد عليه. قال تعال الحين لا جنود موجودين لا هارون موجود، خلي شوي أشوف هالدنيا، خلي أقعد على كرسي الرئاسة، خلي أشوف هذا الكرسي إلا اليوم مع كل الأسف كثير من الحكام الظلمة يقفون ويجلسون على هذا الكرسي على رؤوس شعوبهم. المهم ما علينا. يقول اجيت التفتت يمين شمال ما أحد بالفعل. قلت خلي أقعد أشوف شلون هذا الكرسي الناعم يقعد عليه هارون. يقول اجيت توني بعدني أقعد لحظة قاعد وإذا بالجنود اجوا دخلوا شافوا هاي البهلول قاعد على كرسي هارون. يقول مسكوني ضربوني كسروا عظامي، صرت أصرخ ألما ووجعا. اجا هارون شاف هاي البهلول قاعد يصرخ، البهلول قاعد يون ويئن. قال له يا بهلول ايش بيك؟ قال له تعال تعال يا أخي. يقول له يا أمير كذا، أنا لحظة واحدة جلست على كرسيك، على كرسي الحكم، لحظة واحدة كسروا عظامي. يقول له أنت يا هارون اللي قاعد سنين على هذا الكرسي، شنو الله يسوي لك يوم القيامة؟ شنو الله سبحانه وتعالى يسوي لك يوم القيامة؟ سنين تقتل الناس، تسفك الدماء، الله أكبر. يقول أنا لحظة بس قعدت وهاي الجنود اجوا كسروا لي عظامي، خلوني أصرخ وحن. الله أكبر. هو نفسه هذا البهلول أيضا له قضية جميلة. يوم من الأيام أيضا دخل، والراوي يقول إنه كان إحدى قصور هارون عليه لعائن الله مطل على مقبرة. التفت هارون إلى هذا البهلول، أخذ من إيده قعدوا يم النافذة، وإذا بالبهلول يقول يا هارون اليوم أنتم في القصور وغدا أنتم وين؟ الله، شنو من موعظة. بس الإنسان يكون يلتفت إلى أعماله، يقدم شيء في عالم الدنيا من أجل أن يجعل من ذلك القبر قصرا لا قبرا. ولذلك ليس هناك أفضل من أن يتبع الإنسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خليكم نستفيد من هذه الفاطمية، نستفيد من مجالس الزهراء سلام الله عليها، ندافع عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقدر ما نستطيع فعله في عالم المجتمع وفي عالم الحياة. لأن واقعا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظلومين ترى. ولذلك أهل البيت أمهم فاطمة، هاي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، اللي واقعا ظلموها وغصبوها إرثها وحقها